الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا وفي آخر أو في منتصف شهر رمضان وقبل أذان المغرب تذكرت أمورا كثيرة أحببت أن أعيشها معكم إخواني. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، ألا وهي قضية عبادة الله الأنفع للناس. وهنالك من تجده حريصا على عمرة تلو عمرة وحجة تلو حجة نافلة، يصلي في الحرم باكيا والدموع نازلة، يخشع كثيرا ويخضع كثيرا ونسمع نحيبهم في البكاء، ولكنهم يتناسون أمة من الناس نحورهم مخضبة بالدماء، وينسون بطوعا جائعة وأفواه تنتظر من يطعمها من شباب ومن أطفال ومن نساء ومن شيوخ المسلمين من ضاقت بهم الحياة. أجمل العبادات أن تطعم فما، وأن تشبع بطنا، وأن تكسو جسما، وأن تحمي عرضا، وأن تذود عن الدين. وصدق ابن المبارك حينما أرسل رسالته إلى الفضيل بن عياض عابد الحرمين فقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. نحن اليوم نريد عبادة المرحلة. والله لو أنفق كل واحد في الحرم ريالا واحدا فقط وأعطيت لإخواننا المقاومين المرابطين على تخوم الفلوجة، ولإخواننا في حلب وأدلب، ولإخواننا في تعز، والله لصددنا الباطل بأكمله ولاسترجعنا فلسطين بأموال النوافل فقط، والجهاد فريضة، فلما ننفق أموالنا في نوافل وننسى فريضة؟ والله لو أنفق كل معتمر هذا العام في كل يوم ريالا واحدا سعوديا، والذي لا إله إلا هو، لأعددنا كتائبا ندك بها أسوار الصهاينة ولاستعدنا المسجد الأقصى. لا ينقصنا كثرة الرجال ولا كثرة الزهاد والعباد، ينقصنا كثرة العقلاء الذين يفكرون بالعبادات كما ينبغي أن تكون. أتبكي وحولك من يبكي من الألم؟ أتنزل دموعا من خشية الله وحولك من يغتصب عرضه ومن ينتهك عرضه ومن ينسف مسجده ومن يدمر داره ومن تحتل أرضه، وأنت باحث عن تزكية ذاتية شخصية بعيد عن الوقوف مع أمة تريد لك أن تكون من رجالها وأبطالها. نريد اليوم أن نعيش فقه الواقع، وأن نعلم أن إطعام الجائعين والبؤساء وإنقاذ المظلومين والذود عن الأرض والدين والعرض أولى من عمرة نافلة وحجة نافلة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لو أنفق عشر ما ينفق في العمرة لتعز لكنا الآن في مران وفي صعدة. لو أنفق عشر المنشار ما ينفق للعمرة والحج نافلة على إخواننا في حلب لكان بشار الأسد فعل ماضي. لو أنفقنا عشر معشار من هذا لكان الحشد الشعبي والشيعة في العراق تحت أقدامنا. أتريدين سنة ونحن من يخالفها؟ أنعتني بالسنة وننسى الفريضة؟ متى تستيقظ أمة الإسلام وتعيش العبادة كما يريدها رب العباد؟ ذقنا ضرعا بأولئك، والله لا ينقصنا كثرة البكائين. كثير ما نسمع من يبكي وعلى أصوات السديس قال صليت، وخلف الشيخ ماهر صليت. نحن سنصلي مع الضعفاء وخلف الضعفاء أئمة ومأمومين، وسنعيش في الجبهات مرابطين. لن نبكي دموعا ولكن ستقطر أجسامنا دما من أجل دين الله وفي مرضاة الله. مقاومة، الله أكبر. أقسمنا يمينا لن نقهر، وكتاب الله بأيدينا نقتحم اليابس والأخضر.